ليه قمصان اللعيبه بتتقطع كتير في كاس العالم ده؟ المهم من بدايه المونديال في 4 قمصان اتقطعت، وكانوا من نصيب زيكو وشولترز ونايل العيناوي وجوستافو جوميز. فيهم اللي اتقطع بسبب الاحتكاكات القويه، واللي اتقطع بسبب انه اتشد بقوه. المعظم فسر ده بان خامه التيشيرت رديئه، لكن البعض الاخر قال ان سبب القطع هو تطور الكرة الحديثة وتأثيرها على الأداء الفني للعيبة، لأن دلوقتي اللاعب بيجري في الماتش من 10 ل 12 كيلو، وده بيخلي كل جرام إضافي لابسه اللاعب عبء على عضلاته، وخاصة في دقائق الحسم. عشان كده كل الشركات المصنعة طورت تقنيات إنتاج تيشيرتات الكورة عشان تخليها الأخف في تاريخ اللعبة بوزن 72 جرام بس. وعشان يوصلوا للوزن ده ضحوا بالقوة والمتانة لصالح خفة الوزن وسهولة الحركة، وده خلاهم يقللوا من سماكة القماشة للحد الأدنى. وبدل ما الشركة بتخيط التيشيرت بالإبرة والخيط، دي بقت بتلزق القماش في بعض بالحرارة والضغط العالي، فبقى أي شد قوي للتيشيرت بيقطعه. أنت بقى مع مين فيهم؟